السلام عليكم حبايبنا الحلوين ولاداتي وبنياتي. اليوم عندنا بنديرو عصبان. هادو المكونات متاعها اللي هما معدنوس وبصل الاخضر ونعناع وشبت والحم والبزيره متاعته. تو نصبوا له الزيت. عندك هذا زيت زيتون وتوا مازال الرز اللي هو فلفل وزار وملح وطماطم، وعندنا الزيت. وهذا مازال توا الرز. هذا الرز بسم الله. وهذا النعناع اليابس، دايرين فيه احنا نعناع اخضر مقرب، لكن هذا لازم يعطي بنة زايدة. وهذا لحرارات. وبعدين لما نخلطو نذوقو نشوفو وش اللي ناقص، حاجة ناقصة. وهذو العصيرينات تحركيهم هيك تخلطيهم مع بعضها تتمني ما تاكلي. وهذا العصبان خلطناه درناه كله مع بعضه، بزرناه وخلطناه. توا غير على الحشي مصارين. هذوما المصارينات تعالوا نحشوهم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المصران هيك طبعا ما نعبوش هلبة، خلوه يبدأ مش معبي. هذا العصبة توا بدينا نحشو فيه، قريب نكمل المقدار. وهذا طبعا الأكلات الليبية، محبوب عند الليبيين كلهم يحبوه، وولاداتنا وبنياتنا جدد اللي كيف خاشين على التطيب وعلى الصنعة باش يتعلموه ويطيبوه. الولادات اللي يا ناري مسافرين في الغربة باش حتى هما يتعلموا، والولادات اللي في الغربة والبنيات اللي ماشيين متغربين باش يتعلموا كيف يديروه وياكلوا العصبان. هذا العصبان طبعا هذا وهذا هيك نسكروه، اللي يدير فيه بالسلم تاع الجريد النخل. واحنا ما عندناش هنا، درناه بالسكيني هذا عود الاسنان، تخليه هيك يبدا مرخوف فاضي مش اللي معبي هلبة. وهذا طبعا عصبان جمل، هو تبدا هيك مرتاحة العصبانة. وهذا حتى هو المصران هذا نديروه يبدا فاضي. في طبعا اللي يخلي فيه يقولوا لا نديروه هيك نحطوه يغلي ويتسكر بروحه، انا ما عنديش فيه ثقة.
لازم نسكرها وتسلم. وهذه المية اللي بنطيبوا فيها العصبان درنا فيها ملح طماطم وبزار وفلفل. مادا بك البزار تكتر شوية باش يجيك لونه اصفر ذهبي حلو يبدا لونه على ما يغلي. تصبي لها المية تحطيها تغلي فوق النار، تخليها اول ما تبدا تغلي تحطي العصبان، تحطيه العصبان والمية تغلي، ديري لها شوية زيت باش ما يجيش شعت، وحطي عصبانك ويطيب. بعد ما طاب اللي هم عصبينات الجمل، وان شاء الله ناكلوهم، وان شاء الله انتو تاكلوهم بالهنا يا رب العالمين. مع السلامة.